بهذا تجعل كل من تخلى عنك يندم. ويا حبذا لو علم كذلك بأن الباب قد أقفل في وجهه نهائيا، لأن من رحل كما يشاء لن تكون عودته كما يشاء. عيش حياتك، لأن اللي راح عنك ما يتحمل الذنب كله، أنت بعد تتحمل الذنب. ليش؟ لأنك ممكن وضعته تحت بند الالتزام اللي هو ما يقدر عليه، وضعت عليه حمل ما يطيقه ومش كفو فرح. تخيل لما يروح عنك وينظر لحياتك بعدين يشوفك لا ولا كأنه راح عنك، والله أنت عايش، وبدل يعني انك انت متعلق فيه وانك رابط حياتك فيه، لا رحت شفت اللي احسن منه، ولا وتظهر له ان الشخص اللي دخل حياتك بعده احسن منه. هذا موت بطيء بالنسبه له. اي صحيح، انتم بعدين لما ندمكم